الا كان الله عارف داكشي اللي كان غيوقع وكلشي مكتاب علينا وكلشي كاين في القدر، كيفاش الانسان كيتحمل المسؤوليه ديال الافعال ديالو؟ ازول قبل ما تكليكي على هذا الفيديو غالبا حسيتي بلي انك اختاريتيه عن قناعه وعن اختيار، ولكن واش بصح انت فعلا اختاريتي تشوف هذا الفيديو اولا غير يقدر يكون العنوان اللي جذبك اولا الصوره هي اللي جذبتك الفيديو اولا تحطي على اللين يا اما في الانستغرام ولا في واتساب ولا تقدر تكون غير الخوارزميه ديالك طيحاتك في هذا الفيديو. الا قلت لك دابا اختار في هذه الصوره اللي غتبان لك بين اتاي وقهوه مزيان، لنفترض انك اختاريتي واحد منهم، شنو هو المعيار اللي حطيتي باش انك تختار واحد من هادو يا اتاي يا القهوه؟ واش المذاق واحد من المذاقات كيعجبك؟ كاين علاش هذا المذاق بالضبط هو اللي كيعجبك غالبا واقيلا حيت ولفتيه، وكاينش عمرك سولتي راسك علاش ولفتي هذاك المذاق بالضبط؟ الا قلنا باللي كاع الاختيارات ديالنا عندها اصل من الثقافه التربيه والعائله والبيئه اللي دايره بينا، وحنا فين كنا فاش كانت هذه الاشياء كتفرض علينا؟ وهذا كيدينا لسؤال اخر، واش الا كان هذا الشيء كامل مفروض علينا الا كنا كنختاروا بناء على شي حاجه ما اخترناهاش براسنا، واش عندنا حريه اصلا في الاختيار؟ الا كان اي اختيار قبل منه سبب معين، فين كاين بالضبط الاختيار ديالنا حنا وسط هذه السلسله؟ في الحلقه اللي فات هضرنا على العبث وقلنا بلي حتى الا الحياه ما عطاتناش معنى حنا نقدروا نختاروا المعنى لحياتنا، ولكن هذا الجواب واقف على واحد الحاجه مهمه وجوهريه، وهي الحريه ديالنا في اختيار المعنى اللي بغيناه لحياتنا. وهنا غادي يجي سؤال ديال الحياة، واش فعلا الانسان حر ولا هاد الحياه اللي كنشوفوا ما هي الا نتاج ديال قرارات اختارها لنا دماغنا ولا العالم قبل حتى ما نوعوا بها حنا؟ معكم ياسين، وهذا الكونسيبت ديال مغربي ماشي عدمي. غالبا الا سولتك شنو هي الحريه غادي تقول لي الحريه هي ان القدره انني ندير اللي بغيت. الفكره ديال انني نقول انني حر ما كتعنيش بالضبط انني نقدر نطير او نصنع معجزه او نحبس الوقت. المعنى البسيط ديال الحريه لا هو انه كان بامكانني نختار واحد الحاجه معينه، ولكن اختاريت هذا الشيء اللي اختاريت دابا. يعني ببساطه الا رجعناك لديك اللحظه فاش اختاريتي ذاك الاختيار وبقيتي بنفس الافكار ديالك دابا، بنفس البيئه بنفس التربيه وبنفس الافكار وبنفس الظروف المحيطه، راه كنتي تقدر تختار حاجه اخرى مثلا ما غير داكشي اللي اختاريتي في اللحظه اللي فاتت. مثلا باش تفهمني، شي واحد سبك كيكون عندك جوج اختيارات غالبا لا ثالث لهما، وهاد جوج اختيارات هما يا اما انك تجاوبه وتضارب معاه ولا تسكت وتمشي بحالك. الا مثلا اختاريتي انك تسكت فراه كان عندك اختيار ديال انه مثلا انت تنوض تضارب مع داك السيد، ولكن قررتي انك تتحكم في راسك. هنا كيجيك واحد الاحساس بلي كاينه واحد الانا في الفوق هي اللي كتحكم الاختيارات والقرارات ديالك في اللحظات المعينه، ولكن الحتميه كما شفنا في الحلقه اللي فات كتلغي هذه الحريه وكتقول بلي هذا غير وهم، وانك تسلولي داون وغير بشويه عليك، حيت ان هذا التحكم في النفس اللي انت كتعانى به هو نتيجه لواحد الاسباب معينه اخرى وقعت قبل وانت ما كتحكمش فيها. مثلا ممكن انك تربيتي ما تضاربش، ممكن انك ديجا ضاربتي والنتيجه ما عجباتكش، ممكن تكون خايف من البوليس الى اخره. الحاصل هو ان هذا القرار اللي يلاه انت كنتي كتصحابه قرار حر وكتفتخر به ما هو الا قرار جاء نتيجه لبزاف ديال الاسباب اللي انت ما كتحكمش فيها. حياتنا راه ممكن اننا نعبروا عليها كواحد الصف طويل ديال قطع الدومينو، وممكن نفسروها بلي ان الجينات ديالنا مثلا كتاثر على الطفوله ديالنا كتاثر على الشخصيه ديالنا، بالتالي الشخصيه ديالنا كتولي تاثر لنا على القرارات ديالنا، القرارات ديالنا اللي كنتاخذوا كتاثر لنا على المستقبل ديالنا. كل قطعه كطيح القطعه اللي من موراها. والسؤال الاهم اللي خاص تسول راسك هو واش انت هو اليد اللي كتدفع وكتخلق الطاقه اللي كتحرك قطع الدومينو، ولا انت غير قطعه من القطع الاخرى ديال سلسله الدومينو. في هذه الحاله لا حنا اختارينا فين غنتزادوا، لا اختارينا والدينا، لا اختارينا اللغه ديالنا، ما اختاريناش الدين ديالنا، ما اختاريناش البيئه اللي غنكبروا فيها. الفقر والغنى، الجنس، حتى الميولات ديالنا ما اختاريناهمش. واحد الطفل اللي تربى في واحد البيئه ولا واحد العائله اللي كتعطيه الثقه والحب ماشي هو واحد الطفل مثلا اللي تربى في واحد البيئه ولا واحد العائله اللي كتعطيه الخوف وما كتعطيهش الثقه الكامله. وهاد جوج الاطفال راه بجوجهم في واحد اللحظه معينه راه غادي يكبروا وغادي يسمعوا واحد الفكره اللي هي فكره سخيفه شويه ولكن كتاثر بزاف على الشباب. الفكره ديال انه فاش غادي يولي ادولت كتولي عنده القدره الكامله والحريه الكامله انه يسوق حياته. ولكن السؤال هنا واش فعلا هاد جوج الشباب بداو من نفس النقطه باش يدخلوا في سباق اصلا باش يسوقوا في حياتهم؟ الطفل جوج مثلا يقدر يكبر ويبدا تسمع من عنده هضره بحال انه ما نقدرش ندير مشروع ديالي ونبدا حياه مستقله ديالي ولا نتزوج، وعند بالو حيت شخصيته هي اللي ما قادراش دير هذا الشيء، مع العلم ان هذا الشيء كامل غير امتداد لشي حوايج سمعهم ولا دازوا ليه في الطفوله ديالو. مثلا شحال من مره كتسمع والدينا كيستعملوا معنا
هو النيه ديالهم يقدر تكون نيه حسنه، ولكن كيستعملوا معنا مصطلحات بحال انت ما غدير والو، هادشي ماشي ديالك، هادشي ماشي ديالنا حنا، ديال مواليه، لا ما تغامرش، خليك ديما كتمشي في المضمون الى اخره. المشكله انه مع المده هاد الصوت ديال المجتمع كيولي يدخل لينا لراسنا، كيوليو نسمعوه في راسنا بالصوت ديالنا حنا. والخايبه بزاف هي انه بدل ما نقولوا بلي الناس كيخلعونا من شي حوايج، كنوليو نتبناو الفكره ديال ان حنا ما بغيناش نديرو دوك الحوايج. وهنا كتبان واحد النوع خطير ديال السيطره، حيت فاش كتولي الفكره مزروعه فيك انت تيقها، كتولي تيق باللي راه ديك الفكره ولا ديك الطاقه راه خارجه منك انت، وانت هذاك اللي ما عندكش ديك الثقه. غنهضروا باش نفهموا الكونسيبت اكثر، غنهضروا على واحد التجربه كان دارها، كنقدروا نسميوها تجربه ليبيت، واللي غتحاول تجاوبنا على السؤال ديال واش الدماغ كيسبق الوعي ديالنا بالحوايج. في الثمانينات كان عالم الاعصاب بنجامين ليبيت دار واحد التجربه اللي غتولي مشهوره بزاف من بعد. فهاد التجربه طلب من المشاركين اللي كانوا يشاركوا يحركوا يديهم ولا صبعهم ولا يورقوا على شي حاجه. بطبيعه الحال في اي لحظه بغاو هما غير انهم يحاولوا يسجلوا امتى قرروا وخرجت هذيك الرغبه الواعيه ديالهم باش انهم يديروا الحركه اللي غادي يديروا، اللي هي سواء يحركوا يديهم صباعهم او لا يورقوا على الزر. في نفس الوقت بنجامين ليبيت كان كيسجل النشاط ديال الدماغ ديال هاد المشاركين، والنتيجه كانت بصح كتشوكي. بعض النشاط الدماغ اللي كيسميه بنجامين ليبيت اشاره الاستعداد كيبدا في الدماغ وكيتسجل عنده في الاكرون قبل ما المشارك يقول انا قررت. يعني بالدارجه بحال الا الدماغ ديجا قرر القرار ديال انه يدير الحركه، اللي كتجي الشخصيه كتقول انا قررت في هذه اللحظه معينه. مورا هاد التجربه اللي كان دار بنجامين ليبيت كانوا خرجوا بزاف ديال العناوين المثيره، اكثر واحد جدني فاش كنت كنقلب على هذا الموضوع هو واحد العنوان ديال ان العلم اثبت ولا كونفيرما باللي الناس والحريه ديالهم غير وهم. لكن من المنطلق الفردي ديالي بطبيعه الحال كنآمن باللي ان الدراسه العلميه الدراسه الانسانيه اعمق من شي حاجه اللي يقدر يقيسها العلم. مثال في هذه التجربه مثلا بنجامين ليبيت كان حاول يدرس الحريه ديالنا من خلال قرارات بسيطه بحال تحرك يديك، تحرك صبعك، تضغط على الزر، في حين انه ما دخلش في مواضيع عميقه اكثر اللي هي كتبنينا احنا كانسان وكتعطي لنا لا توش ديال الناس ولا ديال الانسانيه في حياتنا. مثلا ما حاولش يشوف حوايج بحال الهجره ولا بحال الزواج اللي هي مواضيع انسانيه كبيره باش انه فعلا نعرف واش حنا عندنا حريه ولا كنعيشوا وهم. حتى جاو باحثين اخرين بحال ارون شورغر اللي كان كيقول بلي اشاره الاستعداد اللي دوا عليها بنجامين ليبيت ما كتعنيش بالضروره بلي انه كان واحد القرار محسوم، ولكن ممكن يبين اكثر انه كانت واحد التراكمات عصبيه كثيره في وقت معين ادت في واحد لقطه معينه الحركه. الخلاصه من هذه التجربه هو ان العلم ممكن فعلا يشككنا في الفرضيه ديال ان الوعي ديالنا كيسبق القرار، كيسبق الرغبه اللي كتسبق الدماغ اللي هو القرار ولا النتيجه، ولكن مع ذلك هذه النتيجه العلميه ما كتبينش بلي الانسان غير آلة تابعه ولا خاضعه للدماغ ديالو. وهنا راه نطيحوا واحد السؤال، الا كنا غادي نقولوا مثلا بلي الدماغ ديالنا كيقرر قبل منا، هو اللي عنده سلطه القرار، خاصنا نسولوا شكون هو ما حنا بعدا، شكون هو انت بعدا باش اصلا الدماغ كيسبقك. واش انت ولا انا واحد الكيان معزول خارج من دماغه وكنعطيوه الاوامر، ولا الادمغه ديالنا جزء منا، ولا حنا جزء من الادمغه ديالنا؟ المشكل هنا راه اعمق من واش غير دماغ قرر قبل منك ولا انت اللي كتامر في دماغك. المشكل كيبان لي هو اننا كنختزل انا في ديك اللحظه الصغيره ديال الصوت اللي كتسمعوا في الدماغ ديال الوعي، وكنساو باللي حنا كانسان راه نتاج ولا نسيج من العاطفه، الذاكره، التربيه، البيئه والمجتمع وبزاف ديال الحوايج. غنحاول نفكروا حتى في الاجوبه اللي كانت تعطات لينا، وكنشوفوا الاجوبه من المنظور الديني ومن المنظور الفلسفي. غنبداو بالمنظور الفلسفي اللي كيجينا بثلاثه د الاجوبه